1. ما تحفظش كلمات معزولة. أي كلمة جديدة بتحفظها لازم تكون من خلال سياق، موقف حقيقي. ممكن تكون قصة، رواية، مسرحية، فيلم. السياقات المختلفة دي هي اللي هتفكرك بالكلمات الجديدة. 2. اتعلم نطق الكلمة قبل ما تشوفها. اسمع الكلمة أكتر من مرة وما تسيبهاش غير لحد ما تقدر تنطقها لوحدك صح. يلا اسمع بقى وردد. whistleblower, whistleblower. 3. اعرف الكلمة بتتكتب ازاي. ممكن المرحلة دي ما تكونش مهمة قوي للغة المنطوقة. 4. افهم الكلمة، ما تترجمهاش بالعربي. عارف انك متفاجئ وازاي معرفش بس معنى الكلمة بالعربي حضرتك. ببساطة لأن الفهم حاصل بالفعل. 5. استخدم الكلمة الجديدة دي في جملة من تأليفك، زي إنك تقول فرح blew the whistle on Ali after she caught him with another woman at a cafe. خليك دايما فاكر use it or lose it.